لا 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 خالص. ايه لا هتنسحب لا ولا لا ايه؟ لا 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 يا جماعه هينسحب، لا، لا. هينسحب من السؤال، خليك معايا. اول واحد هينسحب معاه من السؤال، هتنسحب ولا ايه؟ ها؟ اخر رد؟ ها؟ مش مستعد؟ هنسحب طب بس يلا يلا هنكمل. مجوهرات البطل، ومعايا ومعاكم النهارده من قلب فيصل الخواجه اسامه. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ عباد. اهلا نورت بيك. بيك. النهارده بقى السيره الذاتيه، مجوهرات البطل، حاجات كتيره جدا ومواضيع كتيره جدا واسرار محدش يعرفها هنعرفها من جوه البرنامج. عايزين نعرف من حضرتك السيره الذاتيه، امتى بدات؟ عنوانك فين؟ بدات ازاي؟ قصه الكفاح في اصل الحكايه. لا، هي قصه كبيره. احنا كعيله بادئين من سنه 1955 تقريبا في الساغه. والدي وعمامي وخلاني، فاحنا بادئين من زمن قوي. انا كبدات انا لوحدي او استقل بنفسي ده في بدايه التسعينات. بدات في شغله الابونيه لحد ما ربنا كرمني وبدات ان شاء الله فتحت محل. كان سنه كام تقريبا؟ احنا اول محل فتحته كان سنه حوالي 2003. سنه 2003، لكن انا شغال ابونيه من سنه 95. والحمد لله ربنا كرمنا وكنا فاتحين في الطلبيه في الجيزه. حاليا دلوقتي فاتحين في فيصل، وعندنا الفرع الثاني في شارع مسرة في شبرا، وعندنا برضو فرع ثالث ان شاء الله في العبور. طب نقول بقى العنوان اللي احنا فيه دلوقتي، العنوان فين؟ احنا هنا في 104 شارع الملك فيصل في الهرم، والعنوان الثاني 20 شارع مسرة شبرا. يا جماعه البطل عامل عمايل في فيصل، خليك معايا في اصل الحكايه. اهل فيصل اللي بيسالوا على مجوهرات البطل وعايزين يعرفوا مين صاحب البطل، الطيب ولا الشرس، ده اللي احنا هنعرفه النهارده مع الخواجه اسامه. ايه حكايه الطيب والشرس دي؟ هو انا طيب، يعني انا ما بحبش ازعل الزبون. الزبون بالنسبه لي ان هو ده انا بعتبره ان ده صاحب مكان، فانا الزبون بالنسبه لي ما اقدرش ازعله. ممكن بعاد بالكتير ممكن اطلعها يمكن بثمنها او اقل من ثمنها عشان ما ازعلوش. ساعات ببقى شرس لما احس ان الزبون مش واثق فيا، او معنى صح ان انا ممكن يعني اقول له ان الحاجه دي ثمنها واكد له عليها، وهو مش يعني زي ما تقول عنده شك دايما، ان يبقى لا، بحاول انا في الحته دي ببقى شرس شويه. فدي بالنسبه لي بتبقى ايه، بتخليني شرس شويه. طب سؤال، وعايز اعرف بقى النقطه ديت، هل الزبون معاك مثلا بيبقى في اجيال معاك في الفتره اللي فاتت؟ هل مثلا عروسه جت بنتها بعد كده اخذت منك؟ احكي لنا قصه بيحصل معاك ايه من السنين اللي فاتت. ده لسه القصص، يعني القصه دي يمكن مثلا اقربها الاسبوع اللي فات. يعني انا كان عندي واحده جت خدت شبكه بنتها من عندي، كنت انا فاتح في الطلبيه. لما فتحنا في الطلبيه وجت خدت شبكه بنتها من عندي واتجوزت وربنا كرمها وبقى عندها ولد وبنت. النهارده لسه الاسبوع اللي فات جايه تاخد شبكه بنتها، يعني شبكه حفيدتها. ايوه جيل تاني خالص. امها وحفيدتها. وابنها كان واخد حاجات المولود برضو ابنه، يعني تعتبر الجيل الرابع. ايوه الجيل الرابع. الجيل الرابع. وفي اصل الحكايه ولسه مكملين اسرار مهمه جدا ما تروحش في اي حته. هبوط الذهب، ارتفاع الذهب، يشتري ولا ما يشتريش، وتنصح العميل يشتري امتى ويبيع امتى في انخفاض الذهب حاليا. هو المقوله الشهيره دايما واللي احنا اتبعنا عليها اللي هي كل نزول شراء. يعني انت كل الذهب ما بينزل انت بتشتري. حته ان احنا نقول هنشتري امتى او ونبيع امتى، لا دي مساله قدريه. لان انا يعني مش عايز اتعمق فيها قوي واقول لك تحليلات كذا وبتقول كذا والكلام ده كله. لا، انا ببيع وقت ما بحتاج ابيع. ايوه. وبشتري وقت ما بحتاج اشتري. دي لازم الزبون يتعود على كده. انا ببيع وقت احتياجي للبيع. لكن الذهب احنا بنقول الذهب ذهب
ما بفرطش فيه نهائي الا تحت ظروف ان انا محتاج فيه ان انا ابيع. لكن امتى ابيع واشتري عشان كاستثمار هيبقى فيها مخاطره، واعتقد الناس مش محتاجه مخاطره اليومين دول. لا انا يعني خلينا دايما نبقى احنا بنتعامل مع المبدا بتاعنا حسب احتياجاتي الشخصيه، سواء للشراء او سواء للبيع. حته الاستثمار هيبقى فيها مخاطره، وابقى لازم انا عندي مقدره للمخاطره دي. حلو. يعني دلوقتي في انخفاض الاسعار تنصح بايه؟ شراء طبعا، شراء يعني. لان هو انت احنا دلوقتي لازم نعود الزبون ان ما يبقاش الزبون دايما متعود ان لما الذهب يرتفع هو اشتري. لا، ما انا لازم يكون عندي ريسك برضه، ان انا لازم ان انا اشتري عشان عارف ان الذهب هيزيد. الذهب طول عمره في ميزه في الذهب، ان الذهب مهما يجيب سعر لازم يتخطاه، يجيب ويتخطاه. بمعنى لو احنا قلنا مثلا الذهب النهارده مثلا ب 6000 جنيه نزل بقى ب 5500، ده مش معناه ان الذهب خسر، لا هو زي ما بيقولوا ايه، تريحه محارب، تصحيح. تصحيح محارب. هيرجع يجيب ال 6000 وهيتخطى ال 6000. تمام. فانت لازم الزبون يتعود ان برضه زي ما الذهب بيقل لازم انا اشتري عشان اعرف اعوض خسائري لما الذهب يزيد. طيب تنصح العميل وتنصح العملاء بتوعك بمشغولات ولا بسبائك؟ المشغوليات لها ميزه والسبائك لها ميزه. المشغوليات احنا يعني برضو انا عشان احنا قدام في المهنه، فبنقول لك دايما ان احنا الحاجه اللي معروف بيها الذهب ان هو زينه وخزينه. فانا المشغوليات بالنسبه لي انا بتزين بيها، وبرضه في نفس الوقت انا شايلها لوقت عوزه. طبعا. السبائك هو عباره عن فلوس مجمده مصنعياتها قليله، دي انا مش محتاجها، يعني حاجه شايلها للزمن، مش هستفاد بيها اكتر من ان هي فلوس انا راكنها وشايلها لاي عوزه. بالنسبه للسبائك طبعا الفتره اللي فاتت الناس كلها كانت بتشتكي ان السبائك مش موجوده، وبيروحوا يبقى في حجوزات السبائك ناقصه. فهل السبائك حاليا متواجده ولا ناقصه؟ لا، حاليا دلوقتي السبائك متوفره. احنا يعني بفضل الله الحمد لله احنا يعني احنا كل الشركات كويسه جدا، في اكتر من 10 شركات سبائك كلهم ناس محترمه جدا. فاحنا انا كميزه عندنا احنا دايما موفرين كل الشركات، ما بنعتمدش على شركه معينه رغم ان هم كلهم افاضل هم كلهم شركاء النجاح. كلهم شركاء النجاح. احنا موفرين كل السبائك بكل الشركات، كلهم ناس كويسه، كلهم ناس افاضل، شركاء النجاح زي ما حضرتك بتقول، والسبائك كلها الحمد لله وفرناهم وتواجد. وفي كاش باك ولا لا؟ اكيد طبعا لازم كاش باك. يا جماعه انا بقول لكم اهو في اصل الحكايه، تعالوا في كاش باك في مجوهرات البطل في شارع فيصل، ولسه مكملين في اهم الاسرار مع الخواجه اسامه. وفي اصل الحكايه وزي ما اتعودنا دايما فقره ضرب نار في اصل الحكايه، ومعايا الخواجه اسامه. مستعد. معايا سؤال في الكارت محدش يعرفه. تمام. هتاخد الكارت. تمام. هتشوف السؤال، عايز تجاوب وعندك الشجاعه انك تجاوب وترد على السؤال هتكمل وتقول السؤال بنفسك. تمام. طب مش عايز هتمسك الكارت وتقلبه. تمام. اتفضل. لا 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 خالص. ايه هتنسحب ولا لا ايه؟ لا 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 يا جماعه هينسحب. هينسحب من السؤال، خليك معايا. اول واحد هينسحب معاه من السؤال. هتنسحب ولا ايه؟ ها اخر رد؟ ها مستعد؟ مش هنسحب بس. طب يلا يلا هنكمل. نكمل. بيقولوا انها اتقبض عليا في المطار عشان كان معايا شغل مهرب. ايه بقى القصه؟ احكي لنا. لا، هي قصه ببساطه ان انا كنت بستورد شغل، كنت جايب عينات معايا من المطار، فكنت فكره ان العينات اللي انا جايبها دي كانت عشان كنت جايب كميه شغل كتيره جدا، فكنت جايب عينات برضو شويه كتير. فالناس نصحوني ان انا عشان بعدم خبره شويه، يمكن كان الكلام ده من زمان قوي، كان عدم خبره، فنزلت بالشغل ده للمطار وما كنتش اعرف ان لازم ادفع له جمارك، او لازم ان انا في مستورد في مكتب اللي هو بيحول لي اللي بعمل عليه، كان هو المفروض اللي يستقبلني وادخل الشغل عليه.
العينات دي طبعا بعدم الخبره ان انا دخلت بالمشغوليات ديت، وبكل بساطه ان اتعاملت بحسن نيه، لان انا الراجل الموظف الجمارك فبيسالني معاك ايه، فقلت له انا معايا عينات شغل كذا 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 كذا. فطبعا اتاخد مني الشغل، اتعمل لي حسن نيه لان انا بلغته، ما امتنعتش الكلام ده كله. هو كلفني كتير طبعا جدا جدا، ويمكن اكتر من الحاجات اللي عملت له دروب جامد في الحاجات دي. ان الشغل دوت اتمسك مني يعني في المطار. كان سنه كام الكلام ده؟ الكلام ده كان سنة بالظبط 2004. كان الكلام ده سنة 2004. انت كنت لسه فاتح جديد بقى؟ كنت لسه فاتح جديد، وكنت جايب اكتر حاجة كنت ساعتها في الوقت ده انا بستورد مشغوليات فضية ومشغوليات ذهبية. فكان معايا عينات مشغوليات فضية ومشغوليات ذهبية، كنت جايب شوية عينات حاجات من دبي ساعتها. لكن المشغوليات الفضيه انا كنت جايب مشغوليات كمان كانت احجار كريمه، فكنت خايف عليها من البهدله، وكنت جايب عينات صغيره على اساس ان انا بس اتعملت لي كميه بالنسبه لي، وكانت دروب جامد، بس كانت بدايه بعد كده. طبعا شيء بالنسبه لك انك انت لما بتتعرض لموقف زي ده وعدم خبره فيه، انك انت يعني بيخليك بعد كده تبقى حريص انك انت اكتر، ان خلاص لا لازم الحاجه دي تمشيها قانوني. طبعا يعني انا لو جايب سوري في اللفظ، يعني انا اسف، يعني انت لو جايب حاجه زياده معاك، لو تيشيرت زياده ببلغ بيه. يعني الموقف نفسه ما بيستدعيش انك انت في المطارات بالذات. بره الحلقه، والموضوع ده بيني وبينك محدش هيسمعنا، ايه رايك في السؤال ده؟ السؤال انت جبته منين اساسا؟ السؤال كان صعب جدا صراحه، يعني بس ما كنتش متوقعه يعني. بس عدى على خير. عدى على خير. خليك معايا في اصل الحكايه مع عماد كودك. فقره سوق الذهب، اصل الصاغه في العبور. تسمع ايه وايه رايك في 200 محل مجوهرات جمله وتجزئه وقطاعي في حته واحده؟ تحب تقول ايه؟ فكره جميله جدا انك انت تجمع جزء كبير جدا من الصناع والمنتجين والموزعين في مكان واحد. ده بيريح العميل، انك انت بتلاقي نسبه بالنسبه لك زي ما بيقولوا تشكيله كبيره جدا قدام منك، بتقدر تختار تتعامل مع، يبقى بمعنى اصح اللي زي ما بيقولوا كده انت جمعت الصاغه كلها بالزبط في مكان واحد بالظبط، بصناعه بموزعينه بتجاره بكل تشكيلاته. فانت العميل هيخش اكيد لازم هيبقى مبسوط وسعيد ان هو شايف كل حاجه قدام منه بفكر جديد كمان. اكيد طبعا. مجموعه نادره جدا، صح الكلام؟ صح. طب عليها عرض ولا معلهاش عرض؟ اكيد عليها عرض. احنا عندنا بص الزبون فيصل، احنا لازم ده بالنسبه لنا انا بعتبر دول اهلي، فلازم طبعا اعمل لهم احسن عرض يعني. طيب اديهم بقى عرض لاهل فيصل والعملاء فيصل وعملاء بتوع البطل وحبايبك، ازاي نعمل عرض نهدي بيه لحبايبك؟ هم اهل فيصل دول اهلنا وصحابات مكان، واحنا بنتمنى ان احنا نعمل لهم اي خصومات او عروض او اي حاجه نرد بيهم جميلهم. فاحنا بنقول عاملين عرض على المصنعيات او الالماظ، عاملين عليه عرض 60% خصم، وعلى المصنعيات اللي عامه للذهب عاملين 40% خصم على المصنعيات. طيب بالنسبه للالماظ، ايه اسماء الشركات اللي انت حاطط عليها العروض؟ احنا حاليا دلوقتي انا مركز جدا مع شركه ايجا دايموند. شركه ايجا دايموند من ارقى الشركات في طبعا الدايموند. موديلاتها جميله جدا، متطوره باستمرار، ودايما عندها الجديد والعروض الحلوه. طب نطمن برضو العملاء ان في خصومات وفي شهادات. اكيد. لا الالماس بالذات لازم يكون معاه الشهاده بتاعته. يعني لازم احنا دايما بننصح الزبون ان لما بتشتري حاجه الماس لازم يكون معاك شهاده من المصنع نفسه. انت بتاخد من المحل فاتوره، ده حقك، لكن الشغل لازم تاخد عليه الشهاده بتاعته. طيب هنكمل في نفس النقطه، واحنا خدمه ما بعد البيع. بتقدم ايه للعملاء في خدمه ما بعد البيع؟ بالنسبه للالماس، احنا خدمه ما بعد البيع احنا دايما المنتج بتاعنا بندي عليه شهاده من المصنع نفسه ايجا دايموند، بتديك شهاده ان ضد عيوب، يعني لو حصل ان مثلا
الذهب الابيض لو حابب انك انت تعيد طلاه تاني ده بنعمله مجانا. لا قدر الله لو في فصوص وقعت اللي هي البسيطه الصغيره دي بتتركب مجانا. طبعا معاك يعني هو يعتبر ان بتديك شهادات منتج الخدمه بتاعته ما لا نهايه. طب لو هو حب مثلا يغير القطعه بعد فتره ويجيب قطعه مثلا اكبر شويه، بيتعامل معاه ازاي؟ بالنسبه للالماس ولا بالنسبه للذهب؟ للالماس. لا بالنسبه للالماس برضو بيتعامل بنفس المعامله، انك انت بنشتري القديم، بنشتري القديم لوحده وبنتعامل مع الجديد لوحده. لان احنا دايما بنتعامل دلوقتي حتى في الذهب، يعني حتى في معاملات الذهب بنحب ان احنا ايه عشان نريح او الزبون دايما بنتعامل معاه بحيث ان احنا القديم ده بنتعامل معاه لوحده والجديد بنتعامل لوحده. هل بتشتري القديم اللي هو خارج من عندك انت بفاتورتك بس، ولا ممكن تشتري باي فاتوره مختلفه؟ اي فاتوره مختلفه اي ما دام الفاتوره بتاعت صاحبها، تمام، بتاعت صاحبها اللي هو صاحب الحاجه نفسه هو جاي يبيع بالفاتوره بتاعتها، طبعا بناخدها من اي مكان في اي حته يعني. سؤال وغير متوقع وسؤال مفاجئ بقى، لو حد جه سالك على ذهب مستعمل بتقول له ايه؟ لو متوفر بنبيعه، لو متوفر بنبيعه. هي فكره المستعمل في الذهب هي احنا يعني بنقول ايه اعاده بيع، لان الذهب ده ملوش توقيت. صح. يعني الذهب ملوش نسبه استعمال، لان هو الذهب ده مش زي اي منتج تاني نقدر نقول ان هو بيبقى ليه صلاحيه او نسبه صلاحيه. لا انت الذهب ممكن نعيد تصنيعه او نعيد هو تدويره، ريسيل زي ما بيقولوا كده، اللي هو ان انت بنروقه تاني او بنلمعه تاني وبنرجعه تاني زي الجديد وبمصنعيه اقل. اكيد فطبعا طبعا العميل هنا بيستفيد. طبعا المصنعيه بتبقى اقل، لان واحده انت هو المصنعات النهارده زادت جدا. فانت طبعا المستعمل بالنسبه للزبون او للعميل بيوفر معاه في المصنعيه كتير. واحنا النهارده متشكرين جدا ان انت استقبلتنا النهارده في برنامج اصل الحكايه، وده مكانك واحنا يعني اخوات. متشكرين جدا. وفي نهايه اللقاء زي ما اتعودنا دايما ان الضيف هو اللي يختم الحلقه. انتظرونا ان شاء الله يوم الخميس مع برنامج اصل الحكايه عماد كودك مجوهرات البطل جولد. اسامه صليب. برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك كل يوم خميس.